اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من اغرب خدعه في التيك توك. النهارده يا جدعان هنجرب اغرب خدعه في التيك توك. فكره الفيديو يا جماعه بكل اختصار ان انا هشوف خدعه تيك توك واحاول اجربها ونشوف هل هي هتظبط ولا هتفشل. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات انزلوا اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان اعمل جزء تاني لو انتوا حبيتوا الموضوع. وبس يلا بينا ننتقل على خدع التيك توك. اوكي، اول خدعه معانا يا جماعه واحد جاب ازازه وفتحها وحط فيها ملح. تمام، مش عارف ايه اللي هيحصل تاني، هل هيرجعها مثلا؟ تمام، وربي لو ظبطت هتبقى افضل خدعه جربتها النهارده. هل يا جماعه الملح له تاثير ان الازازه تقف؟ مش عارف، فيلا خلينا نجرب. معلش يا جدعان الميزانيه الصراحه معدومه، يا رب يكون السيت اب بتاعي عجبكم. طب يا جماعه في ضيف هنا مشرفنا، اللي ما عرفوش هو الصراحه كان بيتكسف يطلع معاه في القناه، ولكن النهارده قرر يشارك معايا في الفيديو ده. حييهم. هو بس يا جماعه مكسوف لما ياخد عليكم هيبدا يتكلم بقى ويطلع معايا في فيديوهات ويسجل معايا، فخلينا نجرب اول تجربه واللي هي كل اختصار يا جدعان. هو جاب ازازه فاضيه وحط فيها ميه، بعدين راح جاي حاطط الملح وراح جاي لاعب اللعبه ديت، والمفروض ان الازازه تقف. فخلينا نجربها ونشوف الكلام ده هب ولا صحيح. فالمفروض ان احنا نملى الازازه دي لحد هنا في الحته دي كده، يلا نقول بسم الله. بس اتوقع هو كان ملاها لحد كده يا جدعان، وبعدين نجيب المسحوق السحري بتاعه واللي هو الملح. هو حط الملح في الازازه، كده دي مش عاوزينها، فخلينا نجرب التجربه دي. بسم الله. جماعه عندي استعداد اجيبها وانا مغمض عيني. ربنا يا جدعان اول تجربه ظبطت، فبالتالي خلينا ننتقل للتجربه الثانيه. ماشي يا جدعان، دلوقتي واحد جاب بطاطستين تمام وحط في النص عمله معدنيه ولزقهم ببعض. تمام، ما تقولش اللي هو يشحن التليفون بيها، استحاله، من رابع المستحيلات، استحاله تصدق حاجه زي دي. ده شحن بجد يا جدعان، والله يا جدعان لو الحيله دي ظبطت اوفر يجيب 500 جنيه كهرباء بسبب التليفون اللي انا عمال بشحنه على طول. بس لحظه واحده، بالعقل ثواني يا جماعه، انا هبقى تيس لو جربتها. ليه؟ لان التيس اللي بيصور حاطط الكابل في البطاطسايه، والكابل ماشي ازاي؟ ماشي كده ورايح كده، نازل فان، نازل تحت الطبق، وبعدين راح جايب شاحن تاني حاطه في الكهرباء وحاطط في ده. تحسبني تيس؟ تحسبني غبي يعني عشان اصدقك يا كلب؟ كنت هضيع بطاطستين. تعرف كيلو البطاطس بكام دلوقتي؟ حسبنا الله ونعم. والله يا جماعه الحمد لله انا اللي حصان وانا بشوف الفيديو ده. انا حرفيا لو كنت جربت الخدعه ديت امي كانت هتعمل لي بطاطس محمره. فيلا بينا ننتقل للخدعه اللي بعدها. اوكي، لندا وواحد جاب حجاره حطها بطريقه معينه. تمام، تشتغل اهو. ده جربها، انا مش محتاج اجربها. تخيلوا لو تظبط يا جدعان، تخيلوا لو تظبط. اهو واحد جربها وظبط. عشان نعرف اذا هي ظبطت او لا لازم نعمل حاجه واحده واللي هي نقوم نجرب. ماشي يا جماعه، فهو في التجربه دي عمل ايه؟ جاب لندا وجاب 4 حجاره. فبكل اختصار اللي انا هعمله هحاول اظبط الوزنين لو عملها. ايوه كده هتبان صح. للاسف يا جدعان الميزانيه مضروبه، فاشتركوا عشان اجيب كاميرا تانية وتسجل من هنا. فبالله عليكم مش عايز منكم غير حاجه واحده، الاشتراك والله، وتفعل زر الجرس وتعمل لي فولو بالانستجرام. بس ده كل اللي انا عايزه. فماشي، فخلينا نجرب التجربه. اول حاجه هو جاب اللندا وبعدين جاب حجرتين وخلى البسبوس بتاعهم يا جدعان وش بعض في الحته دي. تمام، وبعدين راح جايبه خلى الظهر يا جدعان بتاع الحجاره من تحت، ثانيه خليها تلمس. تمام كده، وبعدين راح جايب الحجاره الثانيه ببوسها برضو اللي هو في سن، وراح جاي حطيتها. فالمفروض اذا كان حطيتها المفروض البتاعه تفرقع في وشي. لا بهزر، المفروض البتاعه تنور. اوكي، دي آلة حاسبة يا جدعان، اقعد اكتب شويه ارقام. تمام، لو اتكيت على الرقم هينقص. مش عارف دي هتظبط ولا لا، ولكن ما قدامناش غير حل واحد واللي هو ان احنا نجربها. التجربه اللي بعدها يا جدعان بكل اختصار هتكون عباره عن الآلة الحاسبة. في الفيديو يا جماعه بتاع الآلة الحاسبة هو بيدوس على الشاشه الارقام بتتمسح، فخلينا نجرب التجربه دي هل هي هتنفع ولا لا. بصوا يا جدعان، آلة حاسبة لازم اوصلك. ايوه الآلة الحاسبة يا جدعان، فانا هقدر اكتب اي رقم بالسالب عادي شغال. معلش يا جماعه مش عارف انشي. تمام،
المفروض اتك على الشاشه بقى الارقام هتتمسح. اصلا ثانيه كده. للاسف يا جدعان التجربه الثالثه فشل. تمام، واحد جاب تليفون مكسور هيعمل فيه ايه؟ وات ليمونه؟ هيسلوه ولا وشام عيدان؟ ما تقولش اللي هو هينضف الشاشه. تمام، بيبقى معجون سنان وليمونه. تمام، يا رب الاقي ليمون في البيت، ده اللي انا ما كنتش عامل حسابه. يا رب ويعصر عليها ليمونه. اوف اوف، سنبله وشويه بهارات عليها. اوف اوف اوف. بس صعبه يا جدعان، صعبه ان هي تصلح الشكوك. بس هي لا، هي هتظبط مثلا هل هي تاكل الشاشه بحيث ان هي تجمع دول على بعض. انا حاسس الموضوع هبد والله حاسس ان هو هبد يا جدعان. شوف في الاخر اللي هيحصل، لان الفيديو 3 دقايق وانا اصلا ما بحبش الفيديو الطويل ده كله. بتدعك كده النظام في قص في يا جدعان. قطع عصر دلوقتي، بصوا سبحان الله، بيدعك في الشاشه، الزرار اللي هو بيرجع بيه اتصلح لوحده. سبحان الله، انه الماجيك يا سادة، ماجيك لن تلي عند اي حد. وبعدين جاب شاشه جديده وركبها، وبعدين بقى عمال يدعك. تحسبني تيس والله يا جماعه. اللي هيجرب الحاجه دي يبقى تيس. استحاله اصلا اعمل حاجه زي دي واجربها، والله يبقى ما بفهمش. الناس يا جماعه بقت اغبياء دلوقتي، تجرب اي حاجه تشوفها. ما اعرفش والله، حسبنا الله. ايه ده يا جدعان؟ للاسف يا جماعه التجربه دي مش هجربها، هضيع وقتي واضيع مجهودي واقعد ادعك في الشاشه. لا حرام، مش هجربها يا جدعان، لا مش هجربها. خلينا نعمل التجربه، بس قبل ما اعمل التجربه يا جدعان خليكم تشوفوا الخدوش اللي عندي على الشاشه. ايوه بصوا الخدوش دي يا جدعان، لما اجي احط عليها معجون السنان والليمونه على حسب كلام الفيديو ان الخدوش دي هتروح. فخلينا نشوف التجربه دي ولا حقيقة. ركزوا معايا هنا يا جدعان، انتوا اكيد شايفين صح؟ اول حاجه اجيب المعجون السنان بتاعي واحطه على الشاشه. دلوقتي يا جماعه حطيت معجون السنان على الشاشه، فالمفروض دلوقتي ان انا اعصر ليمونه. تمام، اشيل البذر ولا اخلي البذر؟ اسف يا جماعه اضطريت اعمل بسرعه لان لقيت الليمون داخل على جوه الشاشه. سماعه يا نهار اسود، السماعه الله ينور. معجون السنان اتحشر في السماعات، الله ينور. حتى الكسور اللي انا كنت حاطط المعجون اصلا عشان اخليها تختفي ظهرت اكتر. بيك كده ماشي يا جدعان. واحده دلوقتي بتولع في ورقه تقريبا. ايه اللي هيحصل؟ ده يجربها، يا رب تظبط، يا رب تظبط معاه. ماشي هيولعها، واذا طارت معناها ظبط، واذا ولعت في البيت يبقى ما ظبطتش. هتطير اتوقع يا جدعان، عشان لما تيجي تولع الورقه دي بتبقى خفيفه، لما انت تولعها بيكون معدومه، بيكون وزنها 2 مللي 3 مللي كده يعني، فبالتالي الهواء بيروح جاي شايلها وبتروح جاي طالع. فقدامنا حل واحد، واللي هو نقوم نجربها ونشوف اذا كانت هتظبط ولا لا. التجربه اللي بعدها واحد يقول لي دلوقتي ما غسلتش ايدك. لا انا معفن، مالكش دعوه، كمل الفيديو وانت ساكت. ماشي يا جماعه، التجربه اللي انا عاملها دلوقتي اللي هي بتاع الورقه اللي بتطير في الجو، اكيد شفتوها في الفيديو اللي انا عرضته. كل اللي احنا هنحتاجه يا جدعان ورقه الشاي او شاي الفتة. شاي الفتة ده بيكون عباره عن ورقه، الورقه دي جواها شاي، فانا هفضي الشاي واجيب الورقه دي. القرفه شغاله يا جدعان ولا مش هتظبط الحركه اللي احنا هنعملها؟ خلينا نجرب وخلاص. المعلوميه يا جماعه، الحاجات اللي انا هفضيها دي هشربها بعد ما اخلص. ماشي يا جماعه، الورقه اهي قدامكم، فهحاول احطها هنا بحته ما فيهاش ميه، احطها هنا. فانا يا جماعه اوقفها بسرعه واروح جاي مولع عشان اصدمها وتقعد تصوت وتطير. ايوه oggi porta in tavola una no. La mousa per l'obs, la mousa per l'obs.
اتوقع يا جدعان لازم شاي فتله فعلا، لان شاي الفتله الورقه بتاعته بتبقى اكبر. التجربه دي هتنجح يعني هتنجح. حطوا الزباله في الكاب، خدوها معلومه مني. نفعص الثلاثه مع بعض وهيطيروا يعني هيطيروا. للاسف يا جماعه التجربه ديت يعني لان انا يا جماعه استخدمت ورق غير اللي هي مستخدماه، فاتوقع الفشل هيكون عليا المره دي. ولكن التجربه دي ممكن تنجح وممكن ما تنجحش على حسب نوع الورق اللي انت بتجيبه، ولكن هتنجح اذا جبت شاي فتله. تحذير، محدش يجرب الحاجات ديت في البيت بتاعه. انا بجربها عادي في الاوضه، محدش له حاجه عندي. اوكي، واحد جاب مناديل وعمال يزقع على فلاش التليفون، جاب قلم اصفر تمام، حطه في ميه وبعدين كتب. اوكي نايس. كتب تحت الاشعه، محدش يقدر يشوف الا لما يحط فلاش التليفون ويكون داخله بنفسجي وازرق. نايس فكر، دي حلوه لو الجواسيس عاوزين يبعتوا رسائل لبعض. رب نايس فكر، عجبتني. فيلا بينا يا جدعان نقوم نجربها. ماشي يا جماعه، التجربه الاخيره. كل اللي هنحتاجه في التجربه دي اللي هو قلم الاصفر ده زي اللي استخدم في الفيديو، مع قلم ازرق وقلم بنفسجي ومعجون سنان. لا بهزر طبعا مش محتاجين. انا ماشي. ونجيب التليفون يا جماعه بتاعنا اللي باظ ومناديل. اللي احنا هنعمله يا جماعه بكل اختصار ان احنا هنثبت المناديل على الفلاش بتاعنا. التليفون اتبهدل والله. مشكله في السماعات يا جماعه اللي باظت دي، والله انا تيس. بكل اختصار يا جدعان ثبت المناديل. انا مش هعمل السلسله دي تاني يا جدعان. ليه؟ التليفون بتاعي باظ، السماعات بتاعته اتسدت، مش هعرف افتحها تاني ازاي او هعرف انضفها تاني ازاي، وتلحوس والفلاش قاعد مش عارف اطفيه. انا هعملها بس يا جماعه اتمنى الفيديو عجبكم، ولو عجبك متنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. ولو عجبكم يا جماعه السلسله دي وحابين يكون في اجزاء تانية منها ما تكتبوش في التعليقات لان انا مش هعملها تاني. بس ويلا من غير السلام عليكم. يا جماعه صحيح نسيت اقول حاجه مهمه قوي، ركزوا معايا. بكل اختصار يا جماعه بيقولوا اذا نفخت منه فيخه ورشيت عليها من قشر برتقان او سفندي المفروض ان النفيخه دي هتفرق، وانا اصلا بخاف من النفيخ فربنا يستر يا رب. وجايب سفندايه هنا يا جدعان احتياطي، مش احتياطي لا، اللي انا عامل عليه التجربه اصلا، بس هاكلها يا جماعه بعد ما اخلص يعني، مش هرميها ولا حاجه. هو كل اللي انا احتاجه القشر اللي احنا بنلقحه في الزباله، فاكيد عادي. في ناس يا جماعه صحيح بتملحوا وتاكلوا، قلت اقولها معلومه كده تفيدكم. النفيخه دي بايظه بس بتنفخ منفوخ. نجيب الطاقية نحطها هنا، حط دي في قلبها. بس سبت ماشي يا جدعان. دلوقتي جبت يا جماعة قشر سفندي. هو اللي بيعملها بقشر برتقان، بس انا قلت البرتقان والسفندي ولاد عم فكده هتظبط.